النهاردة 24 رمضان والحلقة ال24 من سلسلة رمضان في عالم التعليم، صوما مقبولا وإفطارا شهيا. النهاردة هنتكلم عن ليه ليلة القدر مخفية وإزاي نميزها. ربنا سبحانه وتعالى أخفى ليلة القدر عنا علشان نجتهد في العبادة في كل أيام العشر الأواخر، وما نقتصرش على ليلة واحدة بس. لكن لو كانت معروفة ممكن أغلبية الناس يكسلوا عن باقي الأيام ويكتفوا بليلة القدر. لكن لما تبقى مخفية كل ليلة بتبقى فرصة للتقرب من الله عز وجل أكتر وأكتر. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني لازم نركز في الليالي الفردية، لكن برضو ما نضمنش، فنفضل مجتهدين طول الشهر وطول العشر الأواخر. طيب إزاي نميز ليلة القدر؟ من علامتها إن الجو يكون هادي والليل فيه سكينة وطمأنينة، الشمس في صباحها تطلع من غير شعاع قوي، القلب يحس براحة خاصة والدعاء حاضر والخشوع أكبر. الحكمة من إخفاء الليلة دي إن هي اختبار صبر وجدية في العبادة، وبتخلي المؤمن يعيش روح الاجتهاد واليقين إن ربنا هيجازيه على كل لحظة قرب. ليلة القدر خير من 1000 شهر، وإخفائها رحمة من ربنا علشان نكسب أكبر قدر من الأجر والثواب. قولي في الكومنتات إيه العلامة اللي بتحسوا بيها أكتر لما تظنوا إن هي ليلة القدر. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك علشان غيركم يستفيد.